السلام عليكم على الفراولات. النهاردة فيديو جديد ومختلف من نوعه. النهاردة الفيديو هيكون ما بين الواقع والخيال، او زي ما بتقولوا كده نقدر نقول الحقيقة او الواقع ما وراء الكواليس، غير الطبيعي اللي انتوا عارفينه، ومش الحياة المثالية اللي انتوا متخيلينها كلكم. فالنهاردة قررت ان انا هيكون الفيديو هيكون ما بين الواقع والخيال، علشان للأسف ناس كتير قوي يعني بتدعي المثالية. وخلينا نقول ان في ناس حوالينا كتير قوي بتدعي المثالية، مش بس ناس في الكومنتات، لا ده في كل حاجة دايما بيدعوا المثالية في كل شيء. فالنهاردة الفيديو ظريف ولطيف وكمان مشجع جدا جدا، وفضفضة كده ونتكلم مع بعض ونشوف الواقع والخيال وايه عيشة البلوجرات اللي بقى ناس كتير قوي حابة ان هي تعيشها، وفي نفس الوقت ناس كتير قوي بتدعي المثالية. لما اطلع مثلا بفيديو ما تحمدي ربنا، ما تعملي مش عارف ايه، ما تعيشي على قدك، ما تسوي، ما انت على قد لحافك مد رجليكي، وده اللي بنشوفه دايما كلنا في الكومنتات. فالنهارده بقى الفيديو عمومي باحت، فيديو طبيعي والله العظيم. ما في يعني مش قادره اقول لكم ولا اوصف لكم قد ايه الفيديو ده طبيعي، حياتي الحقيقيه بدون جرافيك بقى ولا كده ولا كده ولا تزويق في الكلام حتى ولا اي شيء، لا طبيعي، الحياة الطبيعية. انا بقوم يعني على حسب انا نايمه امتى. اوقات ابني بيعذبني عقبال ما بنيمه، اوقات ينام 11 ونص، اوقات 12، اوقات واحدة لو قاعد بقى مع اخواته مستلذ القعده. فممكن بقى ايه نطول لو هو نام في نص اليوم. طبعا انت عارفه كأم لو عيلك نام في نص اليوم فبتضطري بقى ان انت تصبري لبعد نص الليله عقبال ما ابنك ينام او بنتك تنام، والموضوع ده بيبقى صعب جدا. المهم انا بنيم ابني وببتدي ان انا انيم البنات، وبعد كده ان انا ببتدي اشوف بقى اذا كنت هنام ببقى خلاص انا فصلت. بصحى تاني يوم، اوقات بصحى مع عدي، غالبا ارتباطي بارتباط مواعيد عدي. فلما عدي بيصحى الظهر بقى، بعد الظهر ببتدي ان انا اصحى معاه، خلاص هو صحاني فببتدي ان انا اصحى معاه، بنبتدي بقى يومنا. طبعا انا عقبال ما بفوق الموضوع بيبقى صعب جدا، لان انا ببقى حاسه ان انا هلكانه ولسه ما شبعتش نوم ولسه ما نمتش. بس انا مش هينفع ان انا انام في نص اليوم، عشان لما كنت بنام في نص اليوم يومي بيروح، وفي نفس الوقت بقوم مكتئبه ومتضايقه، ونومه العصريه دي وحشه جدا، او قرب المغرب وحشه جدا. خلينا نقول نومة نص اليوم دي فعلا سيئة جدا، بتكسر عظمك، بتبقي قايمة مودك وحش سيء جدا. فانا بحاول ان انا اتجنب الموضوع ده. ابتديت ان انا النهاردة اشوف، طبعا انا كان عندي زي ما انتم ما شفتوا كده، يعني انا مبدئيا كان عندي مواعين كتير، وزي ما انتم ما شفتوا بدايه الفيديو الحياه اللي هي الواقعيه. انا منكم، انا مش مجرد الشهره. بصوا معانا واحده بتشنق نفسها في الفيديو، انا يعني انا في مورستان حضرتك، يعني انا حياتي طبيعيه زيك بالظبط، انا بعاني زيك بالظبط، بعمل 50,000 حاجه زيك برضو بالظبط. مش دايما البيت مترتب زي ما انتم ما شفتوا في بداية الفيديو. البيت بيكون عامل ازاي؟ غسيل عايز يتنشر، غسيل على المنشر، غسيل عايز يتغسل، الاولاد مطلعين حاجات، طبعا انا كنت عامله لهم حلو وكان في بطيخ ومش عارف ايه، فاطباق بقى، اطباق بطريقه هستيريه. يعني ممكن مثلا واحده غرفت لنفسها، انا كنت عامله معاكم تيراميسيو الغلابه، غرفت لنفسها في طبق فعجبتها فخلصتها، فهي عايزه تاني فبتاخد طبق تاني، مش بتحط في نفس الطبق، لا يعني ما بياخدوش في نفس الطبق دي، فبياخدوا طبق تاني وهكذا. طبعا لاختها نفس الوضع، اخدت في طبق فهي عجبتها خلصتها فعايزه في طبق تاني، وهكذا وهكذا. كميه اطباق وشوك ومعالق وكوبايات، وهتلاقي بقى حاجات كتير قوي. انا النهارده كان اول يوم ان انا اشغل فيه الغساله بتاعه الاطباق، من ساعه تقريبا من قبل العيد او من العيد انا ما غسلتش فيها خالص، كنت ركناها لان انا موضوع فواتير الكهرباء بقت لود جدا عليا. انا بشحن كتير قوي قوي قوي، يعني تقريبا انا في اخر مره شحنت في 8 ايام مرتين.
وبشحن بال1000 جنيه. فالموضوع كان لود عليا، وحاسه ان انا كنت تعبت، فما كنتش شغلتها بقالي كتير قوي. فالنهارده قررت ان انا اشغلها، إن كان المواعين كتير قوي وانا ايدي وجعاني قوي الفتره دي، فقلت اشغلها. ومع ذلك انا هغسل مواعين على ايدي، لان انا ما حطيتش فيها حاجات يعني غير الحاجات اللي ينفع تتحط في الغساله. الاطباق اللي هي الميلامين دي ما بدخلهاش الغساله، بغسلها على ايدي. فسبت الاطباق الميلامين اللي هو الحله بتاعه العجان، كل الحاجات دي غسلتها على ايدي. الحاجات اللي ينفع تتغسل على ايدي ابتديت ان انا اغسلها على ايدي وانا واقفه بشتغل. جالي تليفون فبرد على التليفون هوبا وانا بشتغل برضو. هيجي بتاع الغاز، لقيته كبس عليا النهارده. وقعدت بتقولي يا ماما بتاع الغاز. قلت لها طيب كشف ولا عايز فلوس ده ولا عايز ايه؟ قالت لي الاتنين. كشف واللهم صل على سيدنا محمد واخد فلوس. كان حسابه 60 جنيه. لقيتها بتقول لي يا ماما بتاع الغاز عايز 60 جنيه. قلت لها اخر 200 جنيه في الشنطه عندك، خشي خديها. طبيعي يا جماعه، ده طبيعي قسما بالله طبيعي. بلاش تدعوا المثاليه، وان انتي طول الوقت معاكي فلوس، وطول الوقت انتي بني ادم غنيه قوي، وطول الوقت الدنيا متيسره معاكي، وانتي طول الوقت ما بتتعبيش، ما بتمرضيش، ما عندكيش مصاريف، ما عندكيش مشاكل، علاقتك مع جوزك 100% تحفة، ما فيش بعد كده عصافير كناريا نازلين من الجنة، عيالكم مرتبين طول الوقت. ده كذب، ده كذب. مفيش حياة بالمنظر ده. لا، انا ولادي ببقى مسرحاهم ومحمياهم 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق بالظبط زي اي بيت طبيعي. بلاقي عيالي متنحكشين. ابني ممكن الاقيه قالع الشورت وقاعد بالبوكسر عادي جدا، الاقيه قالع البوكسر نفسه قاعد بالبامبرز، وهتشوفوا كل الكلام ده دلوقتي. بلاقي ابقى مسرحه عهد ومرتبه شعرها وبتاع، لعبت لعبتين هوبا نطت نطتين هوبا الاقيه شعرها ده منكوش، وطبعا هي قصه شعرها فشعرها بقى منيل اكتر. طول الوقت في مشاكل، طول الوقت بعاني من المصاريف، لاني انا شايله جبل. يعني انا شايله جبل على كتافي. طبيعي ان انا ظهري يميل، وطبيعي ان انا كتافي توجعني، وطبيعي ان انا احس ان انا مودي النهارده مش حلو، احس ان انا تعبانه. مش طول الوقت الفنجان القهوه الرايق اللي هناخده في الفراندا والكلام ده كلام افلام، مش موجود في الحقيقه. ده موجود عند ناس ما عندهاش مشاكل، مش شايله هم حاجه في الدنيا، دنيتها حلوه، ما عندهاش اقساط، ما عندهاش جمعيات، ما عندهاش مدارس، ما عندهاش التزامات، ما عندهاش، وهي داخله بتستنى الدخل من الشهر للشهر، وبتقول يا ستار يا رب اجبرني الشهر ده، عشان هي دخلها شهر فوق وشهر تحت وشهر ما فيش وشهر تحت الصفر وي 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 وي. فاحنا حياتنا، او انا هتكلم عن نفسي، انا حياتي طبيعيه. لما اطلع اعيط انا عشان انا حياتي طبيعيه، مش طول الوقت انا هطلع اضحك معاكم، مش طول الوقت انا حياتي منظمه 100%. انا بعاني وبعافر وبعمل كل ده، انا الست لوحدي، وبعمل كل ده عشان خاطر عيالي، وليا الفخر وافتخر بنفسي ان انا وصلت العيله للمرحله دي، ان انا بعد كل ده انا عملت حاجات كتير الحمد لله بطولي وبدراعي عشان خاطر عيالي، ومن غير حد في الدنيا. ناس كتير قوي بيقولوا لي ربنا يخلي لك امك وربنا يخلي لك اخواتك وربنا يخلي لك مش عارف ايه. بصوا يا جماعه، انا كانت يعني انا ربنا يخلي لي امي، انا بحب امي جدا 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 جدا، بس يعني انا امي دايما يعني هي مش عارفه افهمها لكم ازاي. بس بصوا، احنا كنا فريقين، يعني طول عمرنا احنا في فريقين، والدنيا كلها عارفه الكلام ده. طول عمرنا احنا كنا فريقين، فريق زيزي وحسني اللي هو ابويا، وفريق ام منى وباقي عيالها اللي هو بقى ايه شامل اخواتي الثلاثه. وطول عمرنا كنا الفريقين دول طول عمرنا. انا ما كنتش متخيله ابدا ان ابويا يموت بدري قوي كده. يعني يمكن بابا مات في الستينات وهو عنده 60 سنه حاجه و60 سنه، كبير مش صغير طبعا يعني، بس كان لسه بدري قوي بالنسبه لي، اللي هو لسه بدري قوي يا بابا، يعني انتوا فاهمين. فابويا حسيت ان هو راح مني بسرعه قوي، انا ما لحقتش، انا ما شبعتش منك، انا لسه كان في حاجات كتير هنعملها مع بعض، وفجاه انا ما لقيتهوش في حياتي.
كان دايما اسراري مع بابا، وكان دايما كل حاجه انا بعملها بشور بابا. انا كل حاجه في حياتي انا بعملها كنت بشوره هو. فجاه انت في يوم وليله، في ثانيه الا ثانيه، واحد كان قاعد قدامك نزل ما طلعش. انا ابويا نزل قدام عيني ورجعت بيه على ظهره. انتوا متخيلين؟ انا ابويا مات في عربيه الاسعاف، انا ابويا مات قدام عيني. انا اول واحده فتحت عليه عربيه الاسعاف واترميت في حضنه وهو ميت. انا كنت واقفه على راس ابويا وهم بيربطوا له رجله، بيربطوا له ايده. انتوا اي ألم بتتكلموا عنه؟ فدي حياتي الطبيعيه، دي حياتي. فبالتالي من يوم ما بابا اتوفى انا لحد الان انا ما رجعتش زي ما انا. مهما بضحك ومهما بنزل ومهما بطلع ومهما بروح ومهما باجي ومهما ما بيحصل في حياتي، انا والله العظيم مش انا، دي مش انا. انتوا فاهمين القصة؟ فاتعرضت لحاجات كتير وشفت حاجات كتير، وياه عدى عليا كتير قوي 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 قوي. اتخدعت من كل اللي حواليا، في قريب وغريب. والله العظيم قريب قبل الغريب. انا اتخدعت في ناس كتيرة قوي كتيرة قوي. وعايزة اقول لكم ان المصالح بتتصلح، وعايزة اقول لكم ان انا لما ببقى معايا بلاقي الدنيا كلها معايا، ومجرد ما بيبقاش معايا واطلع اقول انا مش معايا، قسما بالله ما بلاقي بني ادم بيسأل عليا، ولا بني ادم خبط عليا باب، ولا بني ادم جالي، ولا بني ادم قال لي محتاجة معاكي، اكلتي عيالك؟ طب عندك اكل ايه؟ طب شفتي عيالك مش عارف ايه؟ طب مصاريف المدرسة ايه؟ طب انتي عايزة ايه؟ طب انتي مش ناقصك حاجة؟ مش ناقص عليكي شيء؟ عليكي حاجة؟ طب ادفع لك القسط ده؟ طب ولا الهوا، مع اني انا ياه عارفين انا خدوم قوي، انا كنت مع كل جدع قوي، انا كنت عليا فتحة صدر، كنت فاتحة صدري قوي للقريب والغريب. والقريب دي حطوا تحتها مليون خط. محدش تمر فيه شيء ولم يبقى احد. هي دي الحياة الحقيقية على فكرة. بس احنا بنكابر، احنا بنخاف من المجتمع. احنا ما زلنا يا ايها الاسادة الافاضل، احنا ما زلنا في مجتمع بينظر الى المطلقة انها فريسة، وانها ماشية كده او كده، وانها شاذة، وانها في 2026 يا فندم. فانت الطبيعي ان انت تبقي راجل قوي، والطبيعي ان انت تبقي شبح قوي، ما هو انت لو ما كنتيش كده حضرتك هتتاكلي يا فندم. يعني مش عايزه اقول كلام احاسب عليه، ولكن هتتعرضي لاقذر حاجه في الحياه ممكن تتخيليها. فالطبيعي اني لا 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 استوب، مش هينفع، يعني مش هينفع. فبيبقى قدامك طريقين. انا من بداية ما عملت اليوتيوب او دخلت المجال ده كان قدامي طريقين: ان انا ادعي المثالية وان انا اضحك عليكم واكذب عليكم طول الوقت، واني قد ايه الدنيا رايقه ولطيفه وفنجان قهوه على الرايق، ونقعد في الفرندا نشرب فنجان القهوه جنبها شوكليت او لا لا، ومعرفش جنبيها ايه ومعانا ايه. وبعد ما شربت الكوفي بتاعتي انا بقى قررت ان انا انزل، او يا سلام بقى ان انا بشرب الكوفي بتاعتي في الكافيه الفلاني كل يوم الصبح. كل يوم الصبح انا هدفع 70-80 جنيه ليه؟ انا اتجننت؟ ما هي ده الكذب بقى. وبفطر بقى معرفش ايه، اومليت بيكون عامل ازاي، والفطور بتاعي عبارة عن معرفش. فاهمين؟ لا، احنا ناس بتفطر فول وطعمية عادي، واوقات انا ما ببقاش قادرة اجيب طعمية عشان بتبقى سعر القرص غالي، بجيب 20 جنيه عجينة، وانا بعمل العجينة في البيت حضرتك عادي جدا. فانا كان قدامي خيارين: ان انا ادعي المثالية طول الوقت واكذب عليكم ان الحياة يعني في اللذاذة جدا وطول الوقت دعم مثالية، وانا يعني خلاص ما بين ان انا لا مش هبقى عايشة حياة واقعية اللي هو الحياة بتاعتي، اللي هو تعبتي طالعة تعبانة، مبسوطة طالعة مبسوطة، يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، او ان انا اطلع بحياة واقعية. فانا قررت اطلع معاكم بالحياة الواقعية. للأسف البعض من الناس بتبقى متخيلة ان البلوجرات دول معاهم ملايين، او مش هنقول ملايين، معاهم الافات. في مش مفيش اكيد طبعا
في ربنا يكرم الجميع وربنا يراضي الجميع وربنا يرزق الجميع، بس للاسف انا مش منهم. مع كل الاسف، انا اسفه جدا ليكم بس انا مش منهم. انا حياتي على القد بالسحتوت، ماشيه على القد. طب ما تعيشي على قدك، انا عايشه على قدي على فكره، انا عايشه على قدي، انت فاهماني؟ لا خلاص عزلي، طب شوفي، طب سوي، هاتيلي كده على ارض الواقع، انزلي على ارض الواقع وهاتيلي شقه في حسبة 5000 جنيه في الشهر واتحداكي، بس ما تجيبهاليش معلش يعني بالبلدي بقى، عشان الفيديو ده بلدي قوي على الاخر، ما تجيبهاليش في حته فيها دولاب. انت فاهمه يعني ايه دولاب؟ ما يبقاش فيها مكن. انت واخده بالك؟ انا معايا ولايه ياما، معايا اطفال ياما، انا عايزه عيالي ما يطلعوش يسمعوا الفاظ خارجه وسب دين وشتايم قذره بتفاصيل في الام ولا في الاب، ولا حاجات قذره، ولا الاقي واحد تحت البيت بيضرب حاجه ولا. هاتيلي طالما انت في بتقولي لا، في هاتيلي يا ستي، انا بقولك هاتيلي وهعزل من بكره. لو هستلف من طوب الارض هعزل من بكره، انا ما عنديش مشكله. بس انا واحده عايزه افضل ماشيه بعيالي لبر امان. انا مش عايزه عيالي تطلع الاقيهم بيقولوا الفاظ لبعض مش كويسه، عايزه عيالي يطلعوا يعني سويين في الحياه. كفايه اللي خسروه وكفايه اللي تعرضوا له، انا مستكفيه قوي باللي هم شافوه معايا على فكره، وهو يعني مش ذنبهم، ومش هقول ده ذنبي، ده قدري، يعني مش هقول ده ذنبي، اي نعم اختياراتي في الاخر، ولكن شئت ام ابيت هو نصيب، والنصيب غلاب. امي دايما تقول لي كلمه، ودايما الكلمه دي بترن في وداني لما يقولوا لي انت السبب في اختياراتك ودي اختياراتك. فامي دايما تقول يا اولاد العيال دي كانت هتيجي ازاي؟ يا ولاد؟ ما هو ربنا اراد لها ان يجوا بالحلال عشان هي ماشيه بالحلال، فنصيبها. فيمكن دول الحاجه الوحيده اللي مرتبه علي حياتي هم عيالي. اي نعم كسرين ظهري، بس هعمل ايه؟ انا بعمل كل ده عشان خاطر ولادي الثلاثه. انا عايزاهم، انا ما ببصش لان انا ادخلهم مدارس انترناشونال على فكره، انا مدخلهم مدرسه حكومي تشبه مدخلهم مدارس خاصه تشبه الحكومي، مش لغات، ده خاص عربي، انتوا فاهميني؟ يعني ده اللي انا قدرت عليه اهو. نص العمى ولا العمى كله، هي نص العمى ولا العمى كله. انت بتشتري راحه ابنك، بتشتري له يقعد في دكه نظيفه، في مدرسه نظيفه، معامله نظيفه ادميه، يدخل تواليت معقم على الاقل، تبقي ضامنه ان ابنك المكان اللي فيه مش هيجيلك ملوث، مش هيجيلك متاخد غرز في وشه، مش هيجيلك اصل ما اعرفش مين شتمته بلفظ عامل ازاي، او عملت لها حركه بايديها ازاي. ما هو انتي هتقدري تتحكمي في ابنك بس مش تقدري تتحكمي في عيال اللي حوالين ابنك. زي بالظبط التوسع اللي حصل في السوشيال ميديا، انتي هتقدري تمنعي عن ابنك ان ما يتفرجش على ده وما يتفرجش على دي وخلي بالك من ده، لا، أو بس انتي حضرتك التوسع بقى قذر لدرجه ان ممكن يلعبوا جيم منزلينها على التليفون، وإذ فجأة تلاقي فيه اعلان طلع على اللعبة اللي هو بيلعبها في تليفونه، لعبة شاذة سفلة. بصوا التفتح وصل لدرجة ايه؟ طب انتي عمالة بتحجمي من هنا بس انتي مش تقدري تحجمي في العالم ولا بره الدايرة بتاعتك ولا دايرة ابنك. انتي كبيرك تتحكمي في ابنك، الباقي ده مش هتعرفي تتحكمي فيه. فبتضطري طول الوقت تحاربي في البيت وفي الحياة وفي الشارع وفي المدرسة وفي هنا. فانت في عبء كبير جدا عليك. فالحياة الواقعية اللي انا فيها هي زيكم بالظبط. في ناس كتير منكم بتدعي المثالية، احمدي ربنا. انا طول الوقت حمد ربنا والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اظن انتوا بتسمعوها مني كتير، بس انا الناس اللي دايما بتكتب احمدي ربنا، انا اتحداكي ان انتي اصلا ما بتسمعيهاش. واذا دل على شيء يدل ان انتي لازم تراجعي نفسك، ان انتي طالما ما بتسمعيش الحمد مني
اذا انت ما بتنطقيهاش. زي فكرة بالظبط الاذان، يقولك ايه، دايما اسمع من وانا صغري ان اللي ما بيسمعش اذان الفجر وهو نايم مش عارفة ما بيسمعهوش امتى. مثلا واحنا صغيرين كان دايما يقولوا لي ايه، اللي يتكلم والاذان بيأذن لسانه بيتقل ساعة نطقه بالشهادة وهو بيموت، والله اعلى واعلم. فهي دي زي دي بالظبط. انت لو متعودة ان انت شايفة ان انت شبعانة، وان انت شايفة ان حمد الله دايما على لسانك، هتسمعي دوت من اي حد، هتشوفي الشبع من اي حد. وكل بني ادم يرى الناس بعين طبعه. انا طول الوقت، وده سواء لاحظتوه او ما لاحظتوش بس احب ان انا انوه بيه، انا طول الوقت بتعامل مع تعابين وتلاقيني بتعامل معاهم بربايتي انا. عشان كده انا دايما طول الوقت انا باخد على دماغي، وانا عارفه ده. اوعوا تفتكروا ان انا مش عارفه ان انا باخد على دماغي، او بالبلدي كده زي ما اتفقنا عشان الفيديو بالبلدي، ان انا بتخزوق وان انا مش عارف ايه، وان انا بطعن في ظهري وي 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 وي. انا عارفه كل الكلام ده، بس انا بعامل ربنا في اللي قدامي. اللي قدامي بقى مش شايف ربنا، دي حاجه بتاعته هو، بقى هيتحاسب علينا، مالي. مش معنى كده ان انت تاخدي بقى، خلي بالك، ما هو بصوا اوقات الحسنه تخص والسيئه تعم. فانت لو انت يعني حذرتي من بني ادم، هتضطري ان انت تحذري من كل البني ادمين. فبالتالي انت مش تبقى عارفه تحددي مين فيهم الطيب ومين فيهم الشرير، لان دلوقتي مستوى تمثيل البني ادم اللي قدامك وتفوقه على نفسه في انه هو يدعي المثاليه ويدعي ان هو حد محترم جدا، ده انت للاسف ما بقيتيش تقدري تميزي ما بين الصح وما بين الغلط من اللي احنا بقينا نشوفه وبقينا نسمع عنه. فبالتالي لا يا بنت الناس، اتعاملي بما يرضي الله ورسوله، وتعاملي مع اللي قدامك عاملي فيه ربنا. مش مهم بقى هو هيعمل معاكي ايه، بس صدقيني مهما عمل، مهما حفر ليكي، صدقيني ربنا هينجيكي. ليه؟ لان انت عملتي فيه ربنا. ربنا يعني مش معقولة هيبقى مطلع على قلوبنا ومش هيقف جنبك، ومش معقولة ان هو هيفاديكي، ومش معقولة ان هو هينور بصيرتك. هيعمل كده على فكرة، بس احنا برضو اوقات ما بناخدش بالاشارات قوي، او ما بنفهمش في الكلام ده قوي بصراحة. يعني ملخص الكلام اني خليكي دايما بطبيعتك، وبلاش تدعي المثالية ان انت حياتك مفيش منها اتنين، وان انت حياتك هادية جدا، وان انت ما عندكيش مشاكل، وجوزك مكفيكي، وجوزك بيصرف عليكي. ودايما ده اللي انا بشوفه، انا مش قادرة افهم انا ليه بشوفه، بس دايما ده اللي بشوفه في بعض الكومنتات من ناس سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ما حدش سألهم اساسا ولا حد يعرف عنهم حاجة، بس هي حبت تدخل تدعي لك المثاليه وكلمتين بقى، ده انا وانا 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 جوزي ما جايب لي، وانا جوزي عاملني، وانا بحمد الله، واحنا شقتنا اصغر من كده بكتير، ده احنا شقتنا مش عارف ايه، ده احنا بنمشي الشهر ب 500 جنيه بيكفينا، بنجيب فراخ وبطاطس وطماطم وبصل، وبنجيب 2 كيلو لحمه. وعارفين الواحد بيشوف حاجات. يا اختي هو انت عايشه فين يا انت حدانا هنا ولا في انهي كوكب؟ قولي لي هنيجي انا والمعازيم، كل المشاهدين اللي بيتفرجوا عليها هنيجي. ما احنا كلنا بندور على الاوفر، بس في فرق كبير قوي قوي ان انت تدوري على الاوفر وبين ان انت تسترخصي. في فرق كبير قوي، دي شعرايه ما بينهم. الاوفر ان انت بتدوري في مكان تاني هتجيبي نفس هياها الحاجه بس بسعر اقل، والارخص ان انت هتجيبي من نفس الحاجه اللي انا جايبه منها بس معفنه مسوسه، مش مهم هتنضفيها وايه يعني. او تفهمين انا عايزه اوصل لكم ايه؟ الحياه مش هتمشي على دماغ حد فينا، احنا بنحاول بس ان احنا نجملها بقدر المستطاع. كلنا عندنا عيوب، وكلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا مصاريف، وكلنا عندنا الالتزامات، وكلنا عندنا حاجات كتير قوي، بس ادينا بنحاول نضحك، بنحاول نخرج نفسنا من المود، بنحاول ان احنا نسعد عيالنا، بنحاول ان احنا ننبسط بقدر المستطاع. والله العظيم انا ما بعمل حاجة تبسطني غير اللي يبسطني انا شخصيا. انا وصلت الليفل ان الحاجة اللي بتبسط عيالي هي بقت بتبسطني، وكان الله بالسر عليم. الحمد لله يا رب.
يعني انا ما بقتش ادور لنفسي ايه اللي هيبسطني، انا ايه اللي هيريحني، انا ايه اللي هعمله هيسعدني النهارده. مفيش الكلام ده. فبقيت بحاول الحاجه اللي هتبسط عيالي اهي، يلا كلنا هنفرح. فاهمين الفكره؟ بس هو ده، هي دي ملخص الحياه، وهو ده الواقع. سيبكم بقى من الشو والقهوه اللي في بدايه الفيديو وما اعرفش ايه. لا يا ماما، انا حياتي زيك، انا ما بعرفش استمتع بحاجه. لا، هو بشربها بارده عشان بقوم اشوف دي واقوم اغير لده واقوم مش عارف ايه الحقوا عدي عمل بيبي 2 وغيري الكيكي وروحي اجري هنا واجري مشرق وعايز استحمى عايز اسرح شعره ودي ما اعرفش ملا ودي ضربت دي وده عض دي. فطول الوقت مناوشات. انا ما بيفهم، استحاله يا ماما قهوه ايه اللي انا هشربها في ميعادها سخنه كده ولذيذه وتفوقني. مفيش الكلام ده حضرتك. انا ممكن اشرب اي مشروب وانا واقفه بشتغل، انا واقفه بغسل مواعين والكوبايه الشاي جنبي انا بشرب، اخد شفطه واكمل. ما برتاحش. مفيش مجال للراحه. انت يومك ابتدى خلاص، دخلت المعركه بايدك، يلا بايدك وبرجلك كمان. يلا بينا، هنلمع ايه النهارده، هنعمل ايه النهارده. وبنضف وبروق وبغسل وبعمل 50,000 حاجه في نفس ذات الوقت. ممكن تبقى حاجات على النار ومعرفش مشغله الغساله وفاتحه البلكونه عشان انا بنشر بس عدي معرفش فيه ايه، فبأجري اشوف فيه ايه وارجع تاني، وهكذا ما بين دول وما بين البيت وما بين الشغل وبين حاجات كتير قوي. ده الواقع يا روح قلبي. الحياه مش مثاليه. ده غير بقى الادويه اللي انا اهملت فيها عشان انا لا بقيت ابص اني انا لا هدفع كارت الكهرباء اهم من علاجي. ممكن انت تبقي من وجهة نظرك لا يا زيزي انت ازاي بتعملي كده، ده صحتك انت اهم، بس انا هعمل ايه؟ ما هو انا حضرتك انا مش هقطع نفسي، انا مش هبيع نفسي، اعوذ بالله. انتوا فاهمين؟ لا، انا بني ادم لحم ودم ومجهود، عندي طاقة، فانا اللي بايدي بعمله. دخلي 10 فخلاص 10 دول قد 1 2 3 علاجي مش من ضمنهم، فانا مش هجيب علاج. ان انا اروح للدكتور عشان اتابع او اعمل تحاليل مش متوفر، فانا مش هعمل ده. انتوا فاهمين؟ محتاجه لبس لان انا محتاجه ان انا اغير ستايل لبسي، انا عايزه البس لبس طويل محتشم اكتر من كده، حاجات فضفاضه شويه. مش معايا لا اجيب حاجات للبيت ولا اجيب حاجات للشارع، فبلبس من اللي عندي وبحاول اقلم نفسي لحد ما ربنا يفرجها، وابتدي ان انا اجيب، ان كنت اجيب لبس، ان كنت عايزه اجيب طبعا لبس خروج وعايزه اجيب لبس البيت وعايزه مش عارف ايه، فبقى ماشيه واحده واحده. اجي قدامي ازدالين باسعار حلوه ماشي اجيبهم كده علشان ايه؟ يستروني في الفيديوهات، ما بقاش لابسه حاجه ملزقه ولا حاجه متنحه عليا او لان انا بحاول اغير من نفسي. وكلنا برضو بنسعى في الموضوع ده، ان انت بتحاولي تغيري من نفسك وهتلاقي نفسك. انا زيك بالظبط، بيجي علي وقت بلتزم بالصلاه واوقات بتلاقيني سبت الموضوع دوت ان انا اصلي الفرض بفرضه، وتلاقيني بقطع شويه وبرجع شويه وهكذا. الحمد لله ربنا نهاني عن حاجات كتير قوي، زي ان انا اخرهم ان انا بطلت ان انا البس ضوافر، وانا مبسوطه جدا ان انا وصلت للمرحله دي ان انا بطلت ان انا البس ضوافر تماما. مالها ضوافر ايدي جميله وحلوه، انا ليه بصرف فلوس في حاجه زي كده؟ فابتديت ان انا اوفر فلوس الحاجات دي في ان لا انا ضوافري ابردها اقلمها انضفها تبقى شكلها شيك وتبقى شكلها مرتب شكلها ابن ناس ولطيف. مش المانيكير هو اللي هيخليني حلوه، مش الضوافر هي اللي هتخليني قمر. لا، انا ممكن لون هادي خالص لو انا حابه بقى ده فين وفين يعني عندي ظروف هتخليني انا مش هصلي، فبالتالي ان انا عايزه احط المانيكير فممكن احط لون رايق لطيف. انتوا فاهمين؟ فده اللي انا بقيت اسعى له، اني احاول اغير من نفسي، احاول اعمل كذا. وطبعا كلكم كده، كلنا في اخطاء في حياتنا، كل واحد فينا عارف اخطاء نفسه ايه. فبلاش ادعاء المثاليه ان انت حياتك بيرفكت 100% من ناحيه كل حاجه، عشان انا مش هصدقك، لان ده مش النورمال. يعني النورمال نفسه مش كده. البني ادم الطبيعي يوم تعبان، يوم موده كويس، ممكن في نص يومه تلاقي موده يبقى سيء جدا جدا جدا. مره واحده تلاقي حد بيضحك وكمان نص ساعه يقول لك الحق فلان في المستشفى. ايه يا اولاد، ده كان قاعد معانا بيضحك. ازاي كده؟ قال والله ده
وهو ماشي معرفش تعب، مره واحده جرينا بيه على المستشفى قال لك زايد مثلا. يعني بديكم مثال، مش بيحصل يا جماعه؟ مفيش حد حياته مثاليه، واللي بيدعوا المثاليه دول اكتر ناس انا بخاف اتعامل معاهم، لان بحس ان هم فيك قوي. ايه يا شيخه، انت على طول معاكي فلوس؟ معقوله؟ ازاي كده؟ ما شاء الله تبارك الله. طب بتجيبي المصدر منين؟ يعني عملتيها ازاي؟ انت طول الوقت حياتك بيرفكت، مفيش غلطات، ما بتعمليش حاجة غلط، ما بتغضبيش مثلا ربنا في اي شيء، حتى لو مش من الكبائر. ما حاشا لله، احنا مش هنوصل لكده برضو كلنا، يعني برضو ربايتنا ما تسمحش لكده، بس معقولة؟ يعني ما فيش شهر تعثر معاكي كده؟ ما فيش اسبوع تعثر معاكي؟ طول الوقت بتعملي اكل وعندك احسن حاجه وولادك زي الفل، ما فيش حد ايه انتوا ازاي كده؟ ايه القرف ده؟ ايه الفيك ده؟ فانا كنت حابه من بدايه ما عملت القناه معاكم ان انا حياتي تكون واقعيه، منتهى الواقعيه. انا زعلانه النهارده، طالعه لكم زعلانه غصب عني، عيطت وانا بتكلم معاكم غصب عني، مش عارف ايه، غصب عني انفعلت شويه، هاديه شويه، عصبيه شويه، مرحه شويه، بضحك شويه، مش عارف ايه. النهارده معايا والله بتكلم معاكم وبفضفض معاكم، والنهارده مش معايا والله بتكلم وبفضفض معاكم في وسط الفيديو، وهكذا 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 وهكذا. كلنا عندنا التزامات وكلنا عندنا مصاريف، بس كلنا دي اللي هو الست اللي شايله نفسها وشايله عليا عيالها وشايله بيتها وشايله حياتها وعايشه لوحدها وبطولها وراجل. صدقيني هي المواجهه مش معاكي انتي، المواجهه مع الحاج اللي بيصرف عليكي او مع الراجل اللي انتي متجوزاه. فصدقيني المواجهه مش معاكي خالص، ولا المواجهه ولا المنافسه كمان. فانا المنافسه ما بيني وما بين الراجل اللي بيكون قويكي، وده الفرق، فاهمين؟ واخر حاجه قررت ان انا اعمل لي كوبايه شاي بكرك بعد ما خلصت البيت وغسلت ونشرت، وابتديت ان انا اشغل الغسالة على دورة تانية، وشفت كل اللي ورايا ورتبت بيتي كله وخليته نظيف، والدنيا بقت هادية. بعد ما شربت الكوباية بتاعتي رحت خدت عدي على الحمام، اديت له الشاور المتين، واكلنا وتوتة يومي خلص.